اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى من استوديو CBC. الابداع المصري دائما كان هو النافذه والضوء اللي بيطل على العالم بينقل مصر ليها. عشان كده لما المبدعين يحسوا بقلق ويحسوا ان حريه الفكر والتعبير في خطر، لابد ان نجدهم في الطليعه وفي المقدمه دائما، بيشكلون درع لحمايه هذا التاريخ وهذا الفكر وهذه الثقافه يعني تاريخ طويل ممتد الكلام فيه. انا مش هقدر اتكلم فيه زي مبدعيني اللي حاضرين النهارده. الدكتور الجميل محمد العدل المنتج السينمائي الشهير. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. شاعرنا الجميل الصحفي الاستاذ جمال بخيت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتوا باين عليكم الانهاك من امبارح. طبعا واضح ان امبارح مش من امبارح. ما احنا بقالنا 15 20 يوم يعني 15 20 يوم وانت من ميدان التحرير الى الصراع. لا يعني امبارح من ميدان التحرير للصراع ده على المدى، بس هو 15 20 يوم اللي فاتوا دول اجتماعات مستمره عشان تقدر تكمل الجبهه وعشان ايه اللي قلقك يا دكتور محمد؟ انا ما عنديش قلق خالص. طيب انا يعني قد يكون هناك، يعني لما جينا نفكر يعني الاول انا على مع مدام اسعاد كنا بنتكلم، ففوجئنا ان الاستاذ داوود عبد السيد ومحمد الأليوبي كلمونا في نفس الموضوع، فإن يعني الحركه الجايه شكلها ايه والخطوه الجايه شكلها ايه. فقلنا نتقابل في الغرفه، دليل ان انا مش قلقان ان جماعه الاخوان المسلمين او الحريه والعداله اتصلوا بينا او اتصلوا بيا بشكل بيرسونال كده شخصي انهم عايزين يقعدوا مع الفنانين. فقلت له ليه؟ فقال عشان نطمنكم. قلت له لما ابقى قلقان ابقى طمني، انا مش قلقان يعني ما عنديش فكره القلق، لكن صعود التيار السياسي اكيد لقينا يعني احنا ابتدينا نتحرك في الغرفه، فاكتشفنا ان خالد يوسف مع مجموعه بيعملوا نفس الحكايه، فمنى زكي واحمد حلمي وتامر حبيب ومحمد دياب ومجموعات برضو بيعملوا كده. اضف لده ان في اتيليه القاهره، اتيليه اسكندريه، فاكتشفنا ان في هاجس ما ان ما عادش فيه فكره ان اقاوم. يعني كان عندي قدرة قبل كده ان انا اقاوم انا والنقابة بتاعتي، انا والغرفة. النهاردة لا، اصبح لازم يبقى في كيان يقاوم مع النقابات كمان، وبالتالي ابتدينا يعني نتخيل شكل اللي بعد ما كلمة يقاوم هي اللي مخلينا نطرح سؤال قلقان. فكرة المقاومة نقاوم ايه التيار؟ نقاوم اي قهر او محاولة تعسفية لانك تحول ابداعك في اتجاه احادي او يضغط على حرية تعبيرك او يضغط على حقك في المعرفة، وبالتالي لابد ان تواجه ده. لان انا ما خدتش حريتي في الابداع، او كل المبدعين ما خدوش حريتهم في الابداع بعد 25 يناير. لا، حرية الابداع دي موجودة على طول تاريخ مصر. قد يكون كمان ان اللي حصل في خلال مثلا يعني نقدر نقول ان القرنين 19 وال20 وبدايه ال21 انت تشع حضاره وثقافه على المنطقه كلها. فاحنا مش ممكن يبقى جاي بعد 25 يناير اخسر جزء من حريتي او تركيبه من حريتي او افوض عليه. وطبعا ومش هفوض عليها على الاطلاق. وبعدين ابتدت تظهر تيارات وآراء ووجهات نظر في الفن وفي الإبداع وفي التمثيل وفي النحت، تظهر يعني آراء. يعني شفنا إنها لا، لازم تقف وتقول للناس اقفوا لغاية هنا، في حاجات بتعرفوا فيها وحاجات ما بتعرفوش فيها، واللي ما بتعرفوش فيه يعني خلوا حد يتكلم فيه. نعم. وعلى هذا اتلمينا كلنا ولقينا اتحادات، بقى معانا اتحاد الكتاب، معانا كتاب واعلاميين وتشكيليين وكل القوى، وبالتالي سميناها جبهه. نعم. فخلق ما يسمى بجبهه الابداع المصري. طيب هندخل في الجبهه، بس قبل ما اروح لها استاذ جمال، واضح ان ده حصل بعد التصريحات ونتائج الانتخابات، مؤشرات نتائج الانتخابات لما قالت ان الاغلبيه اسلاميه بجماعه الاخوان المسلمين او حزب العداله والاحزاب السلفيه. هل هناك مبرر لان ابقى انا محتاج اصارع للحفاظ على حريتي؟
لا، هو خلينا نقول المسألة بشكل أوسع وكما أراه يعني. نعم. هو الثورة، احنا عشنا لسنين طويلة قبل 25 يناير. عندنا عايشين على نظرية الشبه، عندنا أشياء شبه الحاجات. يعني عندنا مجلس الشعب هو شبه مجالس الشعب، إنما هو مش مجلس شعب حقيقي. يعني ما فيش مجلس برلمان حقيقي في العالم ما يسقطش وزير طوال 35 سنة أو يعني ده مش برلمان كويس. وعندنا يعني رئيس وزراء ووزراء، بس هم شبه، لا هو رئيس وزراء بجد ولا وزراء بجد، هم سكرتارية كانوا يعني كل واحد فيهم مش يعمل اي حاجة يقول لك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس نقلنا الفنجان ده من هنا حطينا الفنجان ده هنا. اذا كانت مسيطرة. نفس الشيء كان حاصل في كل المؤسسات. هي النقابات اللي هي بيسيطر عليها هذه النقابات بتعبر عن اصحابها، ما كانتش بتعبر عن اصحابها. كانوا وانت عارف يعني كانوا بيجيبوا رجالتهم يتحطوا في مثلا في يقدموا لهم خدمات عشان ينتخبوا خلاص. النقابه اللي تشكل شويه تتقفل وتتحط تحت الحراسه ومش عارف ايه. فكان عندنا برضو شبه نقابات. اللي حاصل من 25 يناير انه الاشياء بتستعيد وضعها او ملامحها الحقيقيه. واخد بالك انه الثوره دي قامت عشان يرجع المجتمع ده مجتمع حقيقي، مش عايش على مش شبه. ان كل حاجه فيه تبقى حقيقيه، وكل تجمع فيه يبقى تجمع حقيقي وبيدافع عن مصالح حقيقيه. فمش معقوله يعني سواقين النقل اكتشفوا بينتموا لمهنتهم، يعني بينتموا لنفسهم وعندهم مطالب وعايزين يعبروا عنها. واخد بالك. ونفس الحكايه موظفي الشهر العقاري اكتشفوا، مش بس دول، جميع بقى يعني بقت في عندنا حاجه اسمها النقابات المستقله، مش كده ولا ايه؟ نعم. فاصبحت في نقابات بتنشا في الشارع وبتتجمع تحط لها واخد بالك مشروع وخطوطها وتنظم نفسها. الناس في حالة احنا من 25 يناير كل مواطن مصري في حالة بحث عن موقعه. نعم. هو فين وحقه بالتالي اللي نتمنى انه يبقى كمان مرتبط بواجباته ايه. ايوه واخد بالك. يعني ده اللي هنتعود عليه شويه بشويه. نحن لنا حقوق بس علينا واجبات. كويس. فبالتالي ما كانش ممكن ان كل الناس تبقى كل القوى الفاعله في المجتمع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بتعبر عن نفسها. واخد بالك. ومتواجده والمبدعين. واخد بالك. مش المبدعين بس، واهل الابداع. واخد بالك. اللي هم المبدع ومتلقي الابداع ما يبقى لهمش اي موقف ولا اي دور، ويبقوا تايهين مش عارفين هم فين ولا مع مين ولا ضد. كان لازم هم كمان واخد بالك يشكلوا كيان ما بيعلنوا فيه عن انفسهم وبيقولوا احنا اهو موجودين، لنا حقوق في هذا المجتمع، سواء حقوق معنوية أو حقوق فكرية أو حقوق مادية أو حقوق تشريعية أو أيا كان. نعم. نوع الحقوق اللي بيتمتع بيها النهاردة أو بيحاول يتمتع بيها كل مواطن على أرض مصر. لازم كمان المبدعين. المشكلة عندي مش مشكلة إنه طيار فاز في الانتخابات فقط. لا، احنا عندنا جميع القوانين اللي بنتعامل معاها هي قوانين فاسدة. قوانين فاسدة بمعنى الكلمة. يعني خنق الإبداع. اعتبار انه مثلا المنتج السينمائي ده كأنه واخد بالك يعني بتاع فلوس. ولازم بقى هري بقى مش عارف ايه ضرايب ايه وجمارك ايه وبتاع ايه واماكن تصوير ايه ومش يعني مثلا دي صناعه بتصدر كل انتاجها وبتعامل هذه المعامله. احنا عندنا مثلا قانون اسمه
قانون حماية الملكية الفكرية احنا بنتعامل معاه كفئة. الملكية الفكرية دي تشمل التجارة وتشمل الصناعة وتشمل كل الانتاج الابداع الفكري الانساني على كل المستويات. احنا مثلا كمؤلفين وملحنين اخر انتهاك كويس. اقول لك باختصار شديد انه الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون، الجهة الإدارية اللي في المادة الأولى في أي قانون بيحددوا الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ هذا القانون. الجهة بتاعة قانون حماية الملكية الفكرية بتنفذه وزارة الثقافة. نعم. طب وزارة الثقافة في نفس الوقت هي ناشرة للإبداع من خلال مثلا دار الأوبرا. حضرتك بتروح تسمع أغاني، المفروض الأغاني دي يدفع عليها أداء علني. وزارة الثقافة اللي المفروض تحمي المبدع من الآخرين هي التي تنتهك هذا القانون. فبالتالي هل الأوضاع دي المفروض تستمر بعد الثورة؟ مش ممكن. لازم كل هذه القوانين لازم تتغير، لازم كل هذه المنظومة سواء في الفن أو في الثقافة أو في الفكر أو في البحث العلمي. الموضوع أشمل بكتير قوي وأكبر بكتير قوي من أنه تيار معين فاز في الانتخابات، وكان ممكن يفوز تيار مدني لكن برضه مش مهتم بالثقافة ولا بالفن. كنا هنقف نفس الموقف. نفس الموقف بالتأكيد. طيب دكتور محمد، أنا آسف إن هسأل سؤال يبدو ساذج شوية، بس إحنا لازم نتخيل الخطاب الآخر ونتخيل جمهورنا طبعا نتكلم فيه. يعني هيطلع أصوات يقول لك عايزين حرية إيه؟ عايزين حرية العرية، حرية البوس، حرية الأحضان، زي ما طلعت شائعات ان صدرت قرارات بمنع القبلات او الرقص في الافلام القديمه من ظهورها على الشاشه وخلافه. فهيطلع اصوات تخاطب ناس قاعده في البيت. هم عايزين حريه ايه؟ ايه نوع الحريه في التعبير والفكر اللي بنتكلم عنه؟ يعني لو حولت الحريه لفكره العري والبوس وكده، مش انا اللي هيحولوها، ابقى اختصرت الحكايه طبعا وسفهتها وتفهتها زياده عن اللزوم. تمام. الحريه في الاخر، انا الفن والابداع لا يحكم بالاخلاقيات. نعم. ولكن يحكم باسس للنقد الفني موجود. وانا عايز اقول لك ان هناك في بعض الاحيان، برغم ان في بعض الاحيان الناس بتتريق يقول لك اصل اذا كان جوه الدراما، ويتريقوا قوي على انه جوه الدراما. في فيلم اسمه سهر الليالي. نعم مظبوط. واعتقد كل الناس شافته. لو لم يحدث المشهد اللي بين خالد ابو النجا ومراته، انت ما كنتش فهمت الناس دول مشكلتهم ايه. وكان لابد ان يحدث. ده تقييم فني. لو خدته على التقييم الاخلاقي، اشيل القصه دي على بعضها وارميها. نعم. وهي جزء من مشاكل موجوده في المجتمع، عليك ان انت تناقشها في السينما مثلا. حريه الابداع والتعبير بشكل عام. الديني، يعني عادة نحن الدينيين ومتدينين وإسلاميين ومسلمين، يعني اللي جايين مش جايين يعلمونا الإسلام. نعم. لكن ونعرف حريتنا كويس أوي، ونعرف حدودنا كويس أوي، ونعرف إمتى نعمل ده وإمتى ما نعملوش. أنا كنت دايما أقول إن أنا أساوي بين إني أجيب قبلة أو أي شيء يثير الغرائز ويخلي الناس تخش الفيلم، أساويها بأنك تجيب جون لابوتريكا غير مبرر في فيلم. نعم. أي ابتزاز للجمهور ده شيء غير مبرر ولا يقبله أحد. تمام. فالفكرة فكرة الحرية، أنت عليك أن يكون أنا هعمل فيلم. النهاردة احنا في هذا العصر العظيم بعمل فيلم، هفترض ان فيه جنس او فيه عنف او فيه. طيب انا بقول يعني عليك المطلوب مني ايه؟ احط على الفيلم ده ان ده ممنوع لاقل من 18 سنه. نعم. واحط دايره حمراء، يبقى الفيلم ده فيه ممكن يبقى فيه مشاهد خارج، ممكن يبقى فيه كلمه خارجه، مشهد عنف ما مشهد لا ده مثلا الاحمر ده هنفترض انه كده. الازرق يبقى فيه عنف، الاصفر هعملها لك. لو عاجبك اتفضل حضرتك اقطع تذكره وخش. مش عاجبك ما تخشش. جالك في التلفزيون في ايدك ريموت كنترول، حول. كون ان انت شايف ان انت بتفهم اكتر من الجمهور، فانت هتشوف وتقول الفيلم ده يتمنع،
يبقى انت واصي على هذا الجمهور، لان الجمهور للاسف ما بيفهمش. الجمهور اللي ما بيفهمش ده اداك اغلبيه، فاذا كنت شايف انه ما بيفهمش تلغي اغلبيتك وتلغي وتجيب معاها الرقابه وتجيب حد يحكم بينكم انتوا الاثنين. لكن اذا كنت شايف ان الجمهور ده بيفهم وواعي وهيقدر يحول الريموت كنترول وهيقدر ما يدخلش الفيلم لانه بيفهم فانتخبك، خلاص يبقى خلاص الموضوع كده انت جبتها في حته عداني العيب. خلاص ادي واحد. فده شكل الحريه اللي احنا بنشوفه. احنا حريتنا دائما حريه مسؤوله، لان احنا ما احناش دول خيره مثقفي ومبدعي مصر، ما حدش فيهم اصلا لا كان بيعمل افلام بورنو ولا بيكتب قصص خليعه ولا الحكايه دي كلها. لكن انت بتبذل جهد. انا وجهة نظري ان الخوف والتخوف ان القادمين يدعوا انهم يملكون فكر اقتصادي وفكر سياسي، عندهم مشاكل، عندهم حلول لكل المشاكل. انا وجهة نظري انهم ما بيفهموش غير في الكلام اللي بيقولوه لنا، لانهم عاشوا طول عمرهم يهاجموا المنطقة دي بس، فعارفين يردوا على الكلمة دي ازاي والكلمة دي ازاي. لا تختصر مشاكل مصر في ده. طلع لي المايو بره والسينما بره والليله، حللي. انا هصحى الصبح كمواطن عادي اعرف افطر واتغدى واتعشى واركب مواصلات واروح وارجع وابني يتعلم وادعي ان ابني ما يعياش، مش عشان يعني النهارده انت بتدعي ان ابنك ما يعياش مش عشان ما ابنك عشان ما معكش فلوس تعالجه. فالنهارده انا هبقى مطمن كده وانا صاحي من النوم الصبح عارف ان انا هاكل واشرب، وابني لو تعب هعرف اوديه مستشفى وهاكله واشربه واعلمه. اهلا بيك، تعالى بقى ادخل على الخطوه اللي بعد كده. لكن هتختصر مشاكلنا كلها ده عليه مايوهات ما يروحش، وان الفيلم ده فيه مش عارف ايه. لا، عندك مشاكل تانية كتيره قوي. احنا بلد انت مستلم يعني هم كبير في فقه الاولويات. معلوماتي كده الاولويات عندنا انك تاكلني وتشربني يعني عندك مشاكل اقتصاديه وصحيه وتعليميه والى اخره. خليني في الاخر، اتمنى كده يعني خليني في الاخر. انا بس عشان الجمله اللي قالها اخونا جمال في فكره الشبه، ان احنا شبه لغايه الثوره. لا، مجلس الوزراء بتاعنا فضل شبه وفضل هو سكرتير المجلس العسكري لغايه النهارده. بس يعني دي جمله بتكلم على ما يجب ان يكون. انا بتكلم على انا بحسب بعد 25 ما بقاش. لا 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 لا، ما زلنا يعني في حاجات كتير شبه. انما عايزين ان شاء الله، او ده اللي احنا المفروض نمشي على طريقه، ان تعاد مرجعيه ثوريه تخليك تغير، ان تعاد الحقائق الى الكيانات، ما تبقاش شبه. انا بس عايز قبل ما اسال سؤالي قول. لا، اصل انت سالت سؤال مهم جدا، والاستاذ محمد اجاب على جانب غايه في الخطوره والاهميه منه. وامبارح هو قال كلمه جميله جدا. امبارح ذكر الحاضرين في مؤتمر الجبهه انه احنا من 70 سنه في واحد طلع كتاب قال لماذا انا ملحد، وواحد تاني رد عليه قال هطلع كتاب تاني رد عليه قال لماذا انا مسلم. واخد بالك؟ فالفكرة ايه؟ الفكرة انه لما نناقش فكرة الحرية دون ما تقول هي حرية ايه وحرية ايه، لازم تناقشها كفكرة مجردة، كفكرة هي الفطرة اللي ربنا فطر عليها الإنسان. والله هو ده اللي كنت هسأله لك، تصور مفهوم الحرية بمعناها الواسع بس عشان اقدر اقول لك بقى وانا محتاج لها ضابط، محتاج لها سقف، ومين اللي يعمل ده؟ الحرية الحقيقة ان ملهاش سقف، لانه ودي الحرية اللي احنا شفناها في القرآن الكريم. واخد بالك؟ يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تصدق ان الدين جاي يقول كده؟ القرآن جاي يقول، واخر الرسالات السماوية جاي يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده الكلام اللي مش هيجي عليه كلام آخر. يعني ده آخر كلام وجهه الله سبحانه وتعالى إلى البشرية. قال لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم
ولي دين. وما كانش بيكلم اهل ديانه اخرى، ده كان بيقول قل يا ايها الكافرون في بدايه السوره، واخرها لكم دينكم ولي دين. ما فيش قل يا ايها الكافرون. ايه؟ ما فيش قل يا ايها الكافرون. اولها يا ايها الكافرون. قل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون بالظبط. كويس. نعم. ف الحاجه الاعجب بقى من كل هذه الحريه اللي مديها، اللي هي تصل الى حد ان عايز استغفر الله العظيم يعني واعوذ بالله، يعني انك عايز تكفر اكفر، واخد بالك؟ اكتر من كده ربنا عمل شيء جميل جدا. في كلمه في القران احنا بنقراها وبنتعبد بيها، اشار اليها الشيخ جمال قطب امبارح. كويس؟ نعم. انت بتتعبد بالقران. طب ايه رايك انك بتتعبد بكلام فرعون الذي ادعى الالوهيه وقال انا ربكم الاعلى، وسجلتها له واخد بالك؟ يا اما يعني احد سواء فرعون اللي قال كده او سواء شخصيه اخرى من شخصيات الكفر في التاريخ قال انا ربكم الاعلى. فربنا اثبت كلام المعارضين ليه في القرآن عشان نتعبد بيه. طيب تعال نروح لما هو أكبر. احنا عرفنا منين انه رفض يسجد لآدم؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما كل القرآن. عرفنا منين؟ الحوار بتاع إبليس وأسباب رفضه ربنا أثبت تعبدوا به. خلاص؟ نعم. وبعدين مش اداله بس حق تعبير، لا ده حق الفعل. قال له سيبني معاهم لحد يوم القيامة فسابه. نعم. مش كده؟ نعم. يبقى ده اداله حق التعبير واداله حق الفعل والدعوة لمنطقه لحد يوم القيامة. ادي الحرية اللي موجودة في القرآن. ما تختصر مش معقول بقى نختصرها بعد كده في سطر في كتاب ممنوع، واللي كتبه يبقى مش بس يا ريتنا اللي كتبه يبقى كافر، او تمثال اتنحت ممنوع واللي نحته يبقى كافر، او مشهد في فيلم سينمائي ممنوع واللي عمله يبقى لا لا. ده المسألة سورة سيدنا يوسف فهم بها وهم عايز اكتر من كده. ده وصف كامل اهو جوه المشهد. فهمت به وهمت فهمت به. اذا في تأسيس في الإسلام وهو دين الحرية بكل ما تعنيها الكلمة، جاء ليحرر الإنسان من كافة القيود وجعل الإيمان اختيار. نعم. اختيار الإيمان وكل ما يستتبعه. فدي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية إن محدش بقى يزايد على المصريين خالص في دينهم. هفضل أقول الحكاية دي في كل قلتها وهقولها وهفضل أقولها. محدش يزايد على المصريين في دينهم. المصريين مؤمنين بالبعث وبالخلود وبالحساب وبالجنة وبالنار. من إمتى؟ مش مع الإسلام، قبل الإسلام. ده من قبل الإسلام بآلاف السنين، قبل الإسلام وقبل الأديان وقبل اليهودية وقبل المسيحية وقبل الإسلام. فمحدش بقى يزايد على أي واحد فينا، واخد بالك، تحت ادعاء ان هو مسلم اكتر من الباقيين او مؤمن اكتر من الباقيين. انا فاهم كلامك كويس قوي، بس انا اخشى برضو من سوء الفهم. يعني انا حريص على عدم سوء الفهم في فكرة ان مفيش ضابط ومفيش سقف. وانا فاهم معنى الحرية اللي بيبيح ويتيح فكرة الابداع، وانت خطابك حتى قاعد تكلمني بخطاب ديني، يعني بترد على الخطاب بخطاب ديني. ولكن انا خايف حد يقول لك يعني انت عايزك تتساب للمجتمع يشوف اللي يشوفه، واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. في اي مجتمع انساني مفيش حاجه اسمها تتساب. ايوه. في حاجه اسمها قواعد بتشمل المجتمع باكمله. ده مجتمع انساني. نعم.
والخطأ والصواب فيه وارد بالك يعني. وأنت حر ما لم تضر، ما دام لا يصل انك تضر الاخرين واخد بالك خلاص انت حر. نعم. ده المقياس. انا ضريت حد؟ لا، ما ضريتش حد خلاص. اللي مش عاجبه الكاتب الفلاني ما يقرالوش، اللي مش عاجبه نجيب محفوظ ما يقراش نجيب محفوظ. محدش فرض انه اعمال نجيب محفوظ لازم تقروها والا ده احنا كده حريتنا ناقصه. لا، نجيب محفوظ ابدع ما ابدعه وتركه في واعلنه. اللي عايز بقى يقراه يقراه، اللي مش عايز يقراه ما يقراهوش. نعم. انما ما اصطادش سطر عند نجيب محفوظ وكفر خش في ضمائر المطلوب. ما هو يعني انت هتقول لي كده هقول لك لا، يعني واخد بالك. ما هو انت كمان لازم تحط وجهة النظر الاخرى. احنا مش هنجيب بس وجهة النظر بتقول ايه القيود وايه اول ما دخلنا في القيود ما بننتهيش، ما بنخلص. القيود ما بتخلص. عايز واحد عايز يغطي تمثال. هو انت ايه يعني؟ ايه يعني؟ انت غريزتك تجاه الحجر؟ يعني غريزتك بتتحرك تجاه الحجر؟ انا دي مش يعني شيء بقى بيوصلنا لمرحله مش قادر افهم. فبالتالي لا، الحريه مش هنخترعها لسه، يعني مش لسه هنخترعها. وايه الحدود وايه المسائل الموجوده. واقل الدول حريه هي ابعدها عن الفضيله والاكثرها فسادا. واكثرها فسادا اخلاقيا ودينيا وعلى كل المستويات. بالظبط. مش يعني الحكايه مش حكايه قيود. بتطرد القيود في العلن وبيبقى في السر خراب مستعجل، خراب ملوش اول من اخر. مش عايزين نبقى كده وما نحب كده. قالوا كنا شعب نرقص في الشارع ونصلي في البيوت، فاصبحنا شعب نصلي في الشارع ونرقص في البيوت. في ايران عملوا كده. انا هطلع فاصل بالجمله دي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى من استوديو CBC. واصل مع ضيفي العزين الدكتور محمد العدل والشاعر الجميل جمال بخيت، وحوارنا ممتد حول حريه الابداع وحريه الفكر في مرحله انتقاليه في مصر ما بعد الثوره. دكتور محمد، واحنا بنتكلم عن الجبهه، ايه سياسه الجبهه في المرحله الحاليه؟ يعني ايه الخطوات اللي هتتخذ علشان نخاطب وعي الناس وتبعت الرساله اللي عايزه توصل؟ جبهة الإبداع المصري ورفع شعار مصر مصرية طلعت توصيات امبارح. جزء من هذه التوصيات أن لا يمكن أن تشكل لجنة المئة لصياغة الدستور دون أن يكون المبدعين والمثقفين جزء من هذه اللجنة. وحيث ان احنا مش هنقول ان دول السينمائيين فعايزين منهم واحد، والكتاب، احنا كل مبدعي مصر موجودين. وعلى هذا نحن بنعشم ان يكون لنا عدد معقول في لجنة المئة. ادي اول حاجة. تاني حاجة، لا يمكن ان يكون في مجلس الشعب لجان اسمها لجنة الثقافة والفكر ولجنة الاعلام، ولا يكون ممثل في هذه اللجنة حين إصدار قانون يخصنا، إن ما يستدعوناش. احنا كنا في مجلس الشعب اللي فات بالبلدي لنا جواسيس جوه، يقول لك هيطلع قانون للسينما فنجري من غرفة صناعة السينما، تلاقينا بنجري عشان نخش ونخبط. انتوا هتطلعوا قانون بالشكل ده ليه؟ نعم. وبالتالي لنا توصيات 14 توصية. أنا مش هبقى حافظهم، ممكن نعم. أقولهم في جيبي يعني. لكن دي الجزء الأساسي في التوصيات. في توصيات أن حرية الفكر والتعبير حق مكفول للبشر، لأنه حق إلهي، هو جزء. يعني النهاردة وثيقة الأزهر لما تقول إنها أم الحريات، نعم، فهذا
اعتراف، واحنا بنقدم وتقدمنا في كلمتنا اللي موجوده بالشكر للازهر وفضيله الامام الاكبر، انه بيثبت ان نحن نسير على نفس ضرب الاسلام الوسطي اللي بنطلب فيه الحريه اللي كفلها الاسلام لكل الناس. وبالتالي انا جيت الحق مش عايز ادخل اني ابقى يعني مبرر كل موقف باخده بشكل ديني، لكن دي بالمره بس حبيت اقولها، لان شيء يعني وثيقه الازهر اتكلمت عن حريه الراي والتعبير والوراء. فكره حق المعرفه والشفافيه في المعرفه. نعم. فكره ان انت حق البحث العلمي، ان ده شيء ما عنديش انا، يعني لا توجد موانع في البحث العلمي، لا توجد موانع في حريات الناس انها تعملها. ان انا ادخل كمان على فكره شفافيه الحوارات في مجلس الشعب، مش في مجلس الشعب، في لجنه صياغه الدستور. نحن بنتمنى وانا اعتقد ان ده حق اصيل للناس ان يكون الحوارات منقوله. انا لازم اعرف انا رايح على فين النهارده، جزء في هذه الثوره، يعرفوا هم رايحين على فين. نعم. انا مش ممكن يبقى عندي النهارده اغلبيه ليبراليه مش اسلاميه فتعمل قوانين تيجي على الاسلاميين لمده 4 يوم، يجي الاسلام بعدها ب4 سنين يعملوا قوانين تيجي على الاتجاه ده. نحن ثقافات متراكمه، احنا مش ثقافه احاديه باي حال من الاحوال، وبالتالي احنا ثقافه متراكمه، يعني من التراكم كده، من الثقافه الفرعونيه للثقافه القبطيه للثقافه الاسلاميه للثقافه العربيه الافريقيه، فتفردنا بتركيبه لوحدنا. انا عايز اقول لك ان احنا اما بنقول مصر مصريه، نحن المصري شخص متفرد، ما فيهاش شفونيه بالمناسبه، لكن احنا شخص متفرد في اسلامنا وفي تعاملنا مع الدين. وحتى لما بنقول مصر دولة مدنيتنا مختلفة، وفي مسيحيتنا وفي تديننا بشكل عام. طبعا في تديننا بشكل عام نحن متفردين، وبالتالي دي التوصيات اللي موجودة. وهذه التوصيات ال14 في يوم افتتاح مجلس الشعب، نعم، في مسيرة طالعة من دار الأوبرا الساعة 1 ظهرا يوم 23 تتحرك إلى مجلس الشعب لتقديم هذه التوصيات إلى لأول مجلس منتخب بعد ثورة 25 يناير. مش هقول مجلس ثورة، ولكن هقول مجلس ما بعد الثورة، عشان انت مش شايفه مجلس الثورة. هو ما انا مش شايفه، اصله هو مش معبر عن الثورة. هو احنا اتخطفنا في منطقة او اتقدمنا على صينية في فجأة لاننا في منطقة جديده، يعني ما حدش يقدر يقول ان انا. انت لسه بتقول ان الشعب اللي اختار ما ينفعش. انا قلت لا 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 لا, لا بص، في فرق قدامك. اتخطفنا. لا اتخطفنا ليه؟ لان انا النهارده لما اجي انا اسف اما اجي سوري معلش، لا اشرب ميه براحتك. اما اجي اختار لجنه تصيغ دستور، او مش دستور، تصيغ اللي هو اللجنه تتشكل اللي شكلت في الاول الدستور، فتبقى لها اتجاه ما، فتديني اللي هي شكلت لجنه التعديلات الدستوريه. لا، هي التعديلات الدستوريه اللي كان رئيسها طارق المستشار طارق، هي كانت تعديلات ثم تحولت. ثم لم يعني ما حدش قال للناس ما فيش داعي نتقسم، للي مع نعم يبقى مسلم، اللي مع لا يبقى مش مسلم. فالامور تحولت ان احنا قسمونا من يوم 19 مارس، احنا اتقسمنا لنصين، ثم اتسحبنا بعد كده لهذا الاتجاه وتم تقديمنا. انا ما قلتش ان الانتخابات فيها تزوير، يعني بغض النظر عن اللي بيقولوا فيها او انا مش منطقتي، لكن في تزييف لوعي الناس ادى لانك هدفته في المنطقه دي. وما ان هذا الناس دي انتخبوه، انا معترف بالمجلس، انا بقول المجلس مش انا معترف بهذا المجلس ومعترف بما نروح له لاننا معترفين، احنا معترفين بيه، ولهذا احنا رايحين نقدم توصيات الناس دول اللي ليهم شكل ما وتركيبه ما في المجتمع، رايحين نقدم هذه التوصيات لمجلس الشعب بكل احترام
وبكل ذوق. دي توصياتنا ونتمنى ان تنفذ، وعندنا استعداد اذا كان هناك 1000 او شويه تم استشهادهم وفي 10,000 مثلا مصابين، عندنا استعداد ان احنا ندبل العدد ده مره واثنين وثلاثه واربعه، والعدد ده مره واثنين وثلاثه واربعه، عشان نوصل للي احنا عايزينه. واللي احنا عايزينه مصر مصريه. بالتاكيد. هي مصر كانت في وقت من الاوقات مش مصريه؟ لا، يعني هي مصر هي عندها الموقع على قد ما احد اسباب عبقريتها، هو برضو احد اسباب زي ما قال استاذنا العظيم جمال حمدان، يعني زي ما موقع مصر هو احد اسباب عبقريه المكان، بس هو برضو احد اكبر مشاكل البلد. بس هل نجحوا قبل كده يعني؟ وانا بسألك عن مصر مصرية، هل يمكن اللعب في فكر ووجدان التركيبة المصرية دي؟ هل يمكن لخبطتها؟ يعني مش هنقول يمكن، بس هنقول في محاولات يعني مستمرة عبر التاريخ. خد بالك ان التاريخ المصري آلاف السنين منه احنا واقعين تحت احتلال. يعني آلاف السنين في التاريخ المصري. فشيء طبيعي ان ده يبقى يترك اثر، وما نقدرش ننكر انه بيترك اثار سلبيه في اوقات كتيره من التاريخ. يعني جم احتلونا من الاغريق ومن الرومان ومن الانجليز ومن الفرنساويين، هل كل دول مروا يعني عبروا بلا اي عرفوا يعملوا حاجه؟ هم اتأثروا أكتر. يعني احنا ما هضمنا كل اللي دخلوا دول. بص، ما بين الشرق والغرب في خناقة على مصر بموقعها المتوسط اللي على البحر الأبيض المتوسط، واخد بالك؟ في خناقة مستمرة، واخد بالك؟ وهذه الخناقة بتبدو يعني، خليني اقول لك يعني ان التمويل، القضيه الشهيره اللي احنا بناخدها بتفاصيلها، انا ما بحبش اعيش التفاصيل الحقيقه، دايما احب اشوف الموضوع بشكل اوسع يعني، او من منطقه اوسع شويه. خناقه التمويل ما بين الغرب المجتمع المدني والاحزاب التيارات الدينيه، ما هي دي خناقه على مصر. في حقيقتها هي خناقة على هذا المكان وعلى هذا الشعب. احنا مش عايزين، لا احنا عايزين نروح في هذه عايزين تفضل مصر هي مصر، لان مصر دي حضارة بيسموها ام الدنيا. ليه؟ مش احنا اللي سميناها بالمناسبة. نعم. المستشرقين بتوع العالم كله، واخد بالك؟ كل ما يدوروا على اي حاجه جديد او علم موجود في الانسانيه يلاقوه بداياته مرسومه على المعابد. فقال لك هي الست دي، واخد بالك؟ دي ام الدنيا. فمصر ام الدنيا، عايزينها تفضل مصر ام الدنيا، لا عايزينها، واخد بالك، تبقى بنت الصحراء، ولا عايزينها تبقى بنت يعني الحريه المفتوحه، واخد بالك، اللي في الغرب، واللي احنا ممكن تفضل مصر. تفضل مصر مع المصريين. يعني معانا بعض الساده المشاهدين. استاذه كاترين من القاهره. اهلا استاذه كاترين. اهلا بيك يا استاذ خيري. اتفضلي. انا بحييك وبحيي ضيوفك، وانا كنت عايزه اتكلم بس في حاجه صغننه بعيده عن الموضوع بتاع حضرتك. انا ما صدقت عرفت اتكلم بصراحه. ليه؟ احنا التليفونات مفتوحه على طول. اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. انا عندي مشكله صغيره قوي. انتوا بتتكلموا على حريه الراي والابداع. اعتقد ان كل واحد في مكانه لما بيبقى مرتاح بيقدر يبدع في المكان اللي هو فيه. انا عندي مشكله، انا وزمايلي، احنا 22 واحد. انا مدرسه. حضرتك احنا بنعمل كل حاجه علشان العيال يحبونا، التلاميذ يحبونا، فاحنا كويسين جدا صدقني. انا بقالي 4 سنين في الحكومه عقد مكافاه. جم في الاخر عينونا، انبسطنا جدا جدا. بعد ال4 شهور دول رحنا عشان نعمل الكارنيه بتاع التامين الصحي، راح قالوا لنا ايه ده، هو انتوا اصل انتوا خلاص اتلغى قرار تعيينكم. ازاي قرار وزاري يجي لي بقرار تعيين وبعد كده تيجي تقول لي انا اسف قرار التعيين بتاعك اتلغى، انت دلوقتي مش معينه. طيب انتوا تعينتوا فين علشان اوفر الوقت بس؟
حضرتك قولي لي انتوا تعينتوا فين؟ انا تبع اداره رود الفرج، احنا 22 واحد. عايز اقول لك مننا شباب زي الفل، اللي بيجهز واللي رايح يتجوز. انا مش هينفع اقول لك مرتبي على الهوا من قبل التعيين كان كام، لانك يعني هتضحك. لا متخيل، انا عارف انه كان في بعض الحالات 100 و120 جنيه. يعني كويس ان حضرتك عارف يعني. عايز اقول لك حاجات كده يعني تقول طب انت عايشه في الدنيا وفي الغلا ده ازاي؟ طيب انتوا شباب. انا علشان وقتي خلاص اوعدك ان انا هتصل بالسيد وزير التربيه أنا والتعليم. عايز حضرتك على حاجه صغيره، انا اسفه بس عايز اقول لك انا رحت مديريه التربيه والتعليم انا وزمايلي وقعدنا على الارض وبنقول للناس طب اسمعونا، انا لازم اموت نفسي عشان تسمعني. انا عايز بس اقول حاجه صغيره قوي. هو لما قال انا هو كان بيهدينا وبعد كده يعني بيقول للراي العام انا هعين الناس مش دي. معاكم قرار التعيين؟ انا بناشد بس من برنامج حضرتك لانه برنامج مسموع. في ناس غلابه 22 واحد مش عارفين حد يسمعهم، قالوا لنا ارفعوا قضيه، بس القضايا حبالها طويله قوي. يجي يقول لي انت عينتني غلط ليه؟ ولو في تعيين غلط، الغلط مش مني، الغلط من عند الموظف بتاعك اللي مضالي على قرار تعييني. معاكي حق. عشان خاطري. حاضر يعني حاضر، انا هتابع مع حضرتك. انا متشكره لك قوي، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك. وبحيي ضيوفك مره ثانيه، ويا رب زي ما بتقولوا مصر تبقى حاجه كويسه، ومصر مش هتبقى كويسه هتفضل غير حاجة بينا. كويسة لو إن شاء احنا الله. مش مرتاحين استحاله تبقى كويسه. متشكر جدا. استاذ يسري من البحيره. اهلا استاذ يسري. ازيك يا استاذ خيري؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ انا بحييك وبحيي الشاعر الكبير الاستاذ جمال بخيت، وبحيي المنتج العظيم مع حضرتك. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. ازيك يا باشا؟ بقول لحضرتك يا باشا، حضرتك احنا طبعا انتوا حضرتك بتتكلموا عن حريه الراي. انا بس بعد اذن حضرتك احكم الحاجه، كرامه المواطن المصري في بلده وحقوقه المهدره. انا اصغر مصدر في مصر، عمري 35 سنه. طب انا بس بستأذنك، يعني خلينا في الموضوع لان انا وقت خلص، فانا فتحت لما قالوا لي في تليفونات. انا يعني ممكن نتكلم واعرف موضوعك، وبكره اعمل فقره مخصوص واسمعكم، بس خلونا في الموضوع اللي بتكلم فيه. اردني يا باشا، اردني نصب عليا في 2 مليون وخدت عليه حكم وبيهرب فلوسه بره البلد ومانيش عارف احوشه ومش عارف طيب اخد حاضر، داخل هناخد تليفونك ونواصل معاك، بس انا للاسف يعني في مواضيع ما تنفعش تتفتح كده. استاذه امال من الاسكندريه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ خيري؟ اهلا بيكي. طبعا حريه الراي دي تعتبر ايه حاجه جديده علينا، ان نتناقش، والديمقراطيه في الراي ده لسه احنا جداد عليها، وباذن الله ربنا هيوفقنا ويوفق مصر، وباذن الله مصر عمرها ما هتقع، تاريخيا معروفه. انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، نفسي بقى حضرتك تشكر فعلا مديريه امن اسكندريه، الاستجابه السريعه. انا اللي كانت قصه يوم من انت اللي كلمتنا على العربيات بالظبط. عارف حضرتك لما كان زمان يقولوا قبل ما تطلب 122 الاثنين الاخيره تلاقي البوليس عندك. تمام. بالامانه اقسم بالله قبل ما حضرتك تقول لي خلي بالك ما تقلقيش من التليفونات اللي هتجيلك، كانوا هم عندي كانوا الساعه عندي 12 بالليل. انا كنت واقفه عشان تعرفي ان تليفونك متراقب بس. لا انا نزلت لحضرتك الصور على فكره على الفيسبوك. انا ليا بقى نفسي حاجه بقى حضرتك توجه النداء بقى لمين المره دي؟ محافظ اسكندريه يطلع بمشروع، مش عايزه بعربياته والمواكب، يطلع طول خط الترعه اللي هو في اتجاه العوايد، في اتجاه حته اسمها الترعه في بنا بيبتدي يطلع الايام دي، حتى لو كان دور عباده المفروض يمنعه. ليه؟ لان هيبقى صرف على ميه شرب بتاعتنا، في تلويث للميه، بنا بدون ترخيص. يبتدي يتحرك المحافظ اسكندريه. انا مش عارفه هو ليه قاعد في مكتبه في الحديقه الدوليه، ينزل ويشوف وكلنا هنبقى معاه اسكندريه. تمام، وصلت الرساله ويا رب تتحقق، بس احنا متاخر مش هيعرف ينزل دلوقتي يعني. بشكرك جدا مدام امال. انا معلش يا جماعه كفايه تليفونات لان الوقت خلص، لازم اختم. دكتور محمد تقول للناس ايه؟ تقول للناس ازاي يدافعوا عن حريتهم ويحترموها ويفهموا ان الحريه هي اصل الخلق والابداع والتالق وبنى المجتمع، والحريه مش للشاعر ولا للكاتب ولا للمخرج ولا للمنتج، الحريه لكل انسان في مجاله. انت قلت كل حاجه. هي كده يعني، هي الفكره كلها اللي انت قلته ده. الحريه اصل الحياه، اصل الدنيا. انا بنزل حر، ولا يوجد بني ادم ممكن هو اللي يقول لي انا حر في ايه ومش حر في ايه. ولازم احنا بس كل اللي بنقوله يا اصحاب الاغلبيه، نرجوكم اذا كان لكم برنامجا اقتصاديا اشتغلوا عليه واحنا معاكم، برنامج في التعليم احنا معاكم، برنامج في الصحه احنا معاكم، خلوا الثقافه للاخر
ما تبقوش كل همكم ان انتوا تطلعوا جيل ليكم من التعليم والثقافه. هو ده كل همك، ده موضوع تاني. اذا كان هو ده كل ما تبتغيه من ان انت تاخد الحكم او تبقى الاغلبيه، فيبقى كل همك كيف تغير مناهج التعليم وكيف تغير شكل الثقافه عشان تطلع جيل جديد، ده مش مطلوب منك. المطلوب منك ان انت تحل لي مشاكلي اللي انت جاي عليها، لان احنا وافقنا على ان انت مجلس شرعي، وافقنا انك هتبقى ما عندك رئيس، وحتى لو بقى من عندك رئيس الجمهوريه ليس لدينا اي مانع. وحتى وده موجود، احنا بنقول حريتنا ما حدش هيجي ناحيتها. نعم. يعني دي موضوع حريتنا وحريه مصر كلها. الناس اللي طلعوا يوم 25، وانت حضرتك كنت بتتكلم، معلش انا هاخد دقيقه واحده، كنت بتتكلم على الشخصيه المصريه. الشخصيه المصريه اذا ضغطت عليها في لقمه عيشها وانه ما يقدرش يعمل حاجه غير انه يدور على ازاي ياكل، فتضغط عليه اقتصاديا، ثم تضغط عليه بالبلطجيه فما يبقاش فيه امن، فيبقى كل اللي بيقولوا الاستقرار، فيتقسم الميدان لناس عايزه تكمل الثوره وناس يا دوب والنبي خلينا قاعدين كده، والمجلس العسكري زي الفل، لان انت بتضغط عليه بكل ما هو ممكن من الضغط انك تزقني في الاتجاه زي ما زقتني على الاخوان المسلمين. انت النهارده بتزقني في اتجاه ان انا ابقى ضد الثوره والثوار. فكره تشويه الثوره والثوار اللي شغاله عليه مجموعه من القنوات ومجموعه من الاعلاميين، احنا بنقول للاعلاميين دول اتقوا الله في مصر، لان دي بلدكم زي ما هي بلدنا، واذا كنت كسبان منها النهارده ابنك هيتذبح بعد كده. اللي طالعين هم جزء من هذا الوطن، وانت اذا كنت مستفيد النهارده في قناتك دي او في اعلامك ده النهارده، ما تبصش تحت رجليك. اتمنى لهذا البلد ان يكون شيئا جيدا، وان الناس اللي نازله يوم 25 تستكمل الثوره هي اخواتي النازله اللي بتقول استقرار، واللي كان الاستاذ سلماوي بيقول هيبقى فيه، لا مش هيبقى فيه، لان الناس جواها عايزه تكمل ثورتها. احنا الناس ما ماتتش عشان تاخد تعويض ونفرح. يطلع الدكتور الجنزوري يفرح ويفرح الناس هتاخد تعويض عن الاصابه وهتاخد تعويض عن الناس ما ماتوش عشان ياخدوا تعويض، الناس ماتوا عشان ياخدوا حريه. فاذا كان ممكن ناخد الحريه دي، يبقى ده الناس دي هتنام مرتاحه، وناخد محاكمات عادله وناخد محاكمات ناجزه بسرعه. لكن افضل اتحاكم كده. وعم بطاطا لذيذ ومعسل ليس الدنيا يمثل انه خلاص سلم لقطها، بس ما بيسلمش. لا ما بيسلمش، بيزك الزكه وكويس قوي يعبر سينا ويفتح عكا. كويس قوي انك انت فكرت 30 سنه هم كانوا 50 عندك. انا عايز اكلم يعني زي ما انت قلت الرساله ايه للمواطن المصري اللي قاعد بيتفرج علينا النهارده. عايز اقول له احنا سميناها جبهه الابداع المصري، مش جبهه المبدعين المصريين. نعم. لانه عند الابداع بيلتقي المبدع وبيلتقي متلقي الابداع. نعم. ومتلقي الابداع مهدد زي المبدع بالظبط. حد من اللي قاعد يتفرج النهارده يعتبر ان القضيه دي مش بتاعته، ده الشويه دول يقعدوا يحاربوا هم، احنا مش ملناش دعوه. لا، اللي يكفر نجيب محفوظ هيكفر اللي قرا لنجيب محفوظ كتاب، وهيكفر اللي اتفرج على فيلم عن قصه لنجيب محفوظ. فما تعتبرش نفسك انت مش بره الموضوع. النهارده انت قاعد بتتفرج علينا في التلفزيون، بكره ممكن حد يقول لك لا غطي التلفزيون، الشاشه دي حرام، فارموا التلفزيونات دي لانها حرام، بعد كده مش هتعرف تتفرج على يعني انت ما انتش بره القضيه، انت جزء من هذا. وقضيه لما بنقول الابداع، جبهه الابداع المصري، يعني كل مصري مهموم سواء بانتاج الابداع او بتلقي الابداع، كلهم في هذه الجبهه. شكرا. بشكرك جدا. بشكرك دكتور انا محمد. شاكر ليك. بشكركم واترك الشاشه الى زميلي العزيز عبد الرحمن يوسف ليواصل معكم مع ضيوفي الاعزاء، واراكم غدا في 8 مساء ان شاء الله.